عز وجل، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ومن الجلي الواضح أن أحد البحرين هنا هو النهر، والآخر هو المالح وهو البحر، كلاهما بحر، لكن الله عز وجل حدثنا عن تلاق بديع بين البحر والبحر، وعن تلاق بديع بين البحر والنهر، وأعطى لكل واحد من هذه الملتقيات وصفا معينا حتى نتعرف على ما أودع الله عز وجل من العجائب العظيمة في هذا الجانب. الآية الثانية التي سنقف عندها هي قول الله عز وجل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. الآية الثالثة التي سنقف عندها هي قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والظاهر من الآية هنا الجلي الواضح منها أن البحرين هنا مالحان، وذلك لوجود حيوان المرجان، وهو حيوان يعيش في البحار المالحة وفقط، لا يوجد في البحار الحلوة أي في الأنهار، وكذا أصداف اللؤلؤ. يعنى علم البحار بمختلف ظواهر عالم البحار وما يتعلق بها، وبالرغم من أن هذا العلم يعتبر من العلوم الحديثة، إلا أن القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من 14 قرنا تضمن العديد من الحقائق القيمة عن ظواهر بحرية لم تكتشف إلا حديثا بواسطة الأجهزة الحديثة المتطورة. ومن ذلك وصف نظام المصب في قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، والذي فيه توضيح لامتزاج الماء العذب بماء البحر المالح مع وجود حاجز بينهما، وأن منطقة امتزاجهما محمية ببعض القيود على ما يدخل إليها أو يخرج منها، وهذا ما أثبته العلم الحديث. بل إن القرآن الكريم قد ذكر أيضا وجود حواجز مماثلة في البحار المالحة نفسها، كما في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقوله: وجعل بين البحرين حاجزا. وهذه الحواجز تشبه الحدود المائية بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وبين البحر الأحمر وخليج عدن وغيرها من بحار العالم. وذكر هاتين الظاهرتين في القرآن الكريم بجلاء ووضوح يدل على سبق القرآن الكريم في هذا المجال. ولم يصل العلماء إلى التعرف على المفردات التي وصف بها البحار إلا في القرنين الماضيين، بل لم يعرف العلم حقيقة ظلمة البحر إلا في القرن العشرين، ولم يعرف العلماء طبيعة قاع البحر المتسع المفتوح المملوء بالحمم الصاعدة من جوف الأرض إلا منذ ستينيات القرن العشرين. إن حقيقة كون البحر مسجورا التي أشرنا إليها من قبل حقيقة مذهلة، ومصطلح البحر اللجي مصطلح علمي دقيق، وهو قبل ذلك كلمة قرآنية أصيلة. فمن أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم بأدق أوصاف البحار قبل نشأة علوم البحار ب1000 عام، لا بد أن يكون ذلك وحي من الله إليه. قيعان البحار والمحيطات. تتكون قشرة المحيط من البازلت ذي الكثافة العالية، ويصل سمكها 10 كيلومترات فقط. وعلى العكس من ذلك فإن القشرة القارية تتكون من جرانيت الكثافة المنخفضة، ويصل متوسط سمكها حوالي 30 كيلومترا. وبالتالي فإن القارات تطفو بارزة بينما تهبط قيعان المحيطات. كيف بدأ المحيط؟
يمكن الإجابة على السؤال إذا ما تصورنا أن الأرض كانت في مهدها كويكبا ابتدائيا تكون من بقايا سديم كان يحيط بالشمس، وحينما أخذت الأرض في التكوين بدأت تسخن بسبب الحرارة الناتجة عن تصادم مكوناتها وبسبب جاذبيتها، وأخيرا نتيجة تحلل العناصر المشعة. واستمرت الحرارة في الزيادة لدرجة أن الحديد قد انصهر وغاص في المركز مكونا اللب. واستمر النشاط البركاني، وأخرجت الأرض كميات كبيرة من بخار الماء وغازات أخرى غطت الأرض فيما يشبه بحرا من الحمم الحمراء الساخنة. وبعد ذلك أخذت الأرض تبرد رويدا رويدا، وتصلبت وبردت لدرجة سمحت بتكثف السحب وبخار الماء البركاني وسقوط الأمطار. وبذلك نشأت المحيطات منذ قرابة 4 بلايين سنة، ثم أصبحت مياهها مالحة نتيجة لاتحاد الكلورين الموجود في الغازات البركانية بالصوديوم الناتج من التجوية الكيميائية لمكونات القشرة، أي أن مصدر الماء على الأرض قد أتى من باطنها، وهذا هو الذي قرره القرآن الكريم قبل أن يتوصل إليه العلم في أيامنا هذه. إذن عندنا أيها الأحبة مجموعة من الملتقيات، ملتقى بحر مالح مع بحر مالح، وملتقى بحر حلو مع بحر مالح. ماذا أعطى هذا القرآن لكل واحد من هذه الخصائص في هذا التلاقي؟ ماذا أعطى القرآن من الخصائص للتلاقي بين البحر والنهر والبحر والبحر؟ هذا ما سوف أحدثكم عنه في خلاصة هذه الآيات وبعض معاني ووجوه الإعجاز فيها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم، فإلى الفاصل ثم ألتقي بكم بعده. أيها الإخوة الأحبة، أنا ذا أعود إليكم لكي أحدثكم عن أمر مهم جدا، وهو قضية التلاقي بين البحر والبحر والتلاقي بين البحر والنهر. عندما تحدث القرآن الكريم عن التلاقي بين البحر المالح والبحر المالح قال عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وعندما تحدث القرآن عن اللقاء بين النهر والبحر قال: هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. دعوني أنقلكم إلى عالم كبير من علماء البحار في القرن العشرين. هذا العالم أظن من يهتم بعلم البحار يعرفه، اسمه كوستو. جاء ببارجته وبارجة أبحاثه المشهورة إلى البحر الأحمر، وبدأ يضع قوائم لما في هذا البحر الأحمر من الخصائص: الكثافة والملوحة والحيوانات المائية والنباتات البحرية وغيرها من الخصائص التي تميز ماء البحر الأحمر عن غيره. ثم انتقل ببارجته إلى البحر العربي عن طريق باب المندب،
ولما وصل إلى باب المندب، خرج من باب المندب، بدأ يقيس ويضع قوائم الأقيسة لخصائص ماء البحر العربي، وإذا به يجد هذا بحر له خصائصه وهذا بحر له خصائصه. ثم سار ببارجته إلى أن وصل إلى باب المندب، وإذا به يكتشف في الوسط حاجزا يشكل نوعا ثالثا من المياه، ليس من مكونات البحر الأحمر وليس من مكونات البحر العربي. وكذلك وجد في هذا الحاجز في أسفله تيارات، إن أرادت بعض جزيئات من ماء البحر الأحمر أن تدخل للبحر العربي تعرضت لهذه التيارات لكي تكتسب الخصائص الموجودة في البحر العربي. وكذلك العكس، إذا أرادت جزيئات من ماء البحر العربي أن تدخل إلى البحر الأحمر، وإذا به يجد شيئا عجيبا، وجد حاجزا بين البحرين يمرج يتحرك يعني يمرج. مرجت الخيل في المروج إذا تحركت، يمرج يتحرك، كما سمعتم تفسيرها قبل قليل. وهذا الحاجز الذي يتحرك بين البحرين في أسفله هذه التيارات حتى لا يبغي بحر على بحر، والبغي هو الدخول بدون حق، أن تدخل على ما لا تملك وعلى ما لست منه. وبدأ يرسل إلى الدنيا ما وصل إليه من كشف. وكان معه في السفينة واحد من إخوتنا من شمال أفريقيا. لما سمع بهذا الكشف أخذ نسخة من كتاب الله عز وجل وذهب إلى صاحبنا في صومعته في مكانه في السفينة، ودخل عليه وسلم بأدب المسلم، كلمه بأدب المسلم، قال له: يا كوستو، أنا أهنئك بهذا الكشف، ولكني أريدك أن تقرأ هذا المقطع من هذا الكتاب. وفتح، أخذ نسخة مترجمة معانيها إلى اللغة الفرنسية وأعطاها لكوستو، وفتح على سورة الرحمن، فتح على قوله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تناول كوستو هذا المصحف المترجم وبدأ يقرأ معاني هذه الآية، فلما انتهى من قراءتها رفع رأسه مستغربا متعجبا، قال: من قال هذا الكلام قبلي؟ أنا لا أعلم أحدا، وأنا عالم البحار المشهور المعروف، أحدا قال هذا الكلام قبلي. أنا درست تاريخ هذا العلم عند كل القدماء والمعاصرين. فرد عليه صاحبنا المسلم كما يرد الداعية عندما يريد أن يعرض دينه، مستيقنا من حجته، واثقا من برهانه، مؤدبا في عرض حقيقة يريد قولها. قال: يا كوستو، إن الذي قال هذا الكلام هو الذي خلقك وخلق البحر وخلق السماء وخلق الأرض، إنه الله الذي لا إله إلا هو، وهذا الكتاب الذي هو أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأطرق صاحبنا رأسه قليلا ثم رفع رأسه وقال: استمع مني لأقول لك، يستحيل أن يكون هذا الكلام من عند محمد يقوله في القرن السابع الميلادي ونحن الآن في القرن العشرين. لا، هذا الكلام ليس من عنده، إنه من عند الله. كيف أكون مسلما حتى أصبح مثلكم؟ وأسلم الرجل، ونحن في هيئة الإعجاز العلمي كانت لنا معه صلة إلى آخره. المهم،